السلام عليكم. هل تشتري قميص شكله فشيخ وجامد قوي ومقاسه مظبوط جدا على صاحبك، بس لما تيجي تلبسه انت يطلع واسع ومبهدل وشكلك فيه مضحك؟ ده بالظبط اللي بيحصل في عالم السينما والدراما تحت مسمى الادابتيشن او الاقتباس. ليه لما بنسمع ان في فيلم او مسلسل عالمي هيتعمل منه نسخه مصري او عربي بنحط ايدينا على قلبنا ونتحسس مسدسنا؟ وليه هوليوود نفسها وبكل امكانياتها وجبروتها لما بتاخد تحفه كوريه او يابانيه بتطلعها زي وصفه الاندومي اللي قلدتها من الفيديو اللي شفته في نص الليل وجالك بعدها تسمم غذائي جاب اجلك؟ السر هنا مش في الميزانية ولا في جودة الممثلين ولا في الكاميرات الغالية اللي بيصوروا بيها. السر كله في كلمة واحدة: روح النص مش جسمه. السينما مش مجرد حكاية بتتحكي، السينما هي انعكاس للثقافة، للشارع، للناس اللي عايشة جوه الكادر. ولما تاخد عمل فني من ثقافة تانية وتنقله زي ما هو بالمسطرة، النتيجة غالبا بتكون عمل مغترب شبه العرايس المانيكان، شكلها حلو بس ما فيش فيها روح تدب في العروق وتخلي المشاهد يصدقها. فعشان كده قررت إن أعلمك النهاردة وبالأمثلة العملية والواقعية إزاي تعمل وبمكونات متوفرة في كل بيت فيلم تقليد لفيلم أجنبي ناجح، سواء فيلمك هيبقى مصري أو أمريكي أو آسيوي، وبدون روت أحبابي في الله. ورقة وقلم واكتبوا يا ريس الكل. ديفي. مبدئيا كده خلينا نكون صراحة ومنصفين، سوتس بالعربي ما كانش كارثة فنية، الانتاج كان ضخم والديكورات كانت شيك جدا والممثلين عملوا كل اللي يقدروا عليه، بس المسلسل كان فيه مشكلة واضحة وقاتلة وهي الاغتراب. انت كإنسان مصري قاعد بتتفرج على محامين مصريين بيتكلموا وبيرموا افيهات وطريقة حوار تحسها جاية من شوارع منهاتن في نيويورك، وانت اصلا بتقول انك ساكن على بعد ساعة من المنصورة و3 ساعات من القاهرة و32 ساعة من ليبيا، عشان ما تقولش انك من كفر هرمس. المشكلة الأكبر كانت في صلب الموضوع نفسه وهو القانون. السيستم القانوني في أمريكا قايم على قضايا بمليارات ومكاتب محاماة مرعبة في ناطحات سحاب زي في مسلسل سوتس الأمريكي، وصراعات ضخمة بتتحل بشكل ودي في الآخر في غرف مغلقة بشيك تسوية بيتم توقيعه في ثانية واحدة. لما تنقل ده لمصر أنت بتصطدم بواقع مختلف تماما. المحاماة في مصر لها هيبة وطبيعة تانية خالص، قايمة على المحاكم العادية، دفاتر ومحاضر ومرافعات طويلة قدام القاضي وورق بيلف في مكاتب حكومية. لما تخلي المحامي المصري يتصرف ويفكر كأنه محامي أمريكي عايش في وول ستريت، المشاهد هنا بيفصل، بيبطل يصدق، لان البيئه اللي قدامه على الشاشه مش بتشبه الحقيقه اللي هو عارفها وعايشها، حتى لو كانت الديكورات مبهجه وجذابه للعين. ونفس الفخ ده وقع فيه صناع السينما لما حاولوا قبل كده يقتبسوا فيلم امريكي شهير وهو فيلم اكسبتد. الفيلم الاصلي فكرته قايمه على شاب بيفشل يدخل الجامعه، وعشان يهرب من ضغط ابوه والمجتمع ونظرتهم ليه بيقرر يعمل جامعه وهميه مع صحابه، والموضوع بيكبر ويتحول لثوره على نظام التعليم التقليدي في امريكا. فكره صايعه جدا ومليانه اسقاطات قويه جدا، لكن لما نيجي نمصر الفكره دي ونخليها بتدور في فولك الاي يو سي او الجامعه الامريكيه بالقاهره والطبقات العاليه والمخمليه لمجرد محاكاة الشكل واللايف ستايل الامريكي، احنا هنا خسرنا العمق الاجتماعي الحقيقي للفكره. ازمه التعليم والقبول الجامعي في مصر هي ازمه طاحنه بتمس كل بيت، ازمه ثانويه عامه والمجموع والتنسيق وضغط اهالي بيموتوا عشان يدخلوا عيالهم كليات القمه. حاسس ان انا جيت على الجرح شويه، بس لما تاخد الازمه دي تختصرها في مجتمع كومباوندات وجامعات انترناشونال مجرد انك تقلد الفيلم الاصلي، انت قتلت الصراع الحقيقي. الاقتباس السطحي ده بيحول الفيلم من عمل فني عالي يناقش قضيه حقيقيه لمجرد سكتش تقليدي طويل ملوش اي جذور في ارض الواقع اللي احنا عايشينه. طب هل افهم من الكلام المجعلص اللي مش كويس اللي في نصه كلام انجليزي كتير انت حشرته كده انت بتقول ايه؟ وانت كنت فين؟ ان التمصير او الاقتباس دايما محكوم عليه بالفشل في عالمنا العربي؟ الاجابه لا 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 مره ثالثه من عندي. في نماذج مصريه تعتبر نموذج يدرس في العبقريه والذكاء، وابرزها واهمها مسلسل جراند اوتيل. المسلسل ده مقتبس بالكامل من فورمات لمسلسل اسباني شهير بنفس الاسم وحقق نجاح كبير جدا في بلده. لكن تعال نشوف المخرج محمد شاكر خضير والكاتب تامر حبيب اللي هم مصريين #بديهيات عملوا ايه. ما خدوش الحوار الاسباني وترجموه بالكلمه، هم قعدوا وفككوا العمل تماما واخدوا الفكره الاساسيه ونقلوها لاسوان في فتره الخمسينيات. النقله الزمنيه والمكانيه دي لوحدها عبقريه. فتره الخمسينات في مصر بكل ما تحمله من سحر وبشوات وهوانم ولغه راقيه ولبس شيك وصراعات طبقيه حاده بين الشغالين والخدم واصحاب الفندق، كل ده خلى العمل مصري اصيل بنسبه 100%، لدرجه ان المشاهد اللي ما يعرفش مستحيل يصدق ان المسلسل ده كان اصله اسباني. صناع جراند اوتيل عملوا اللي بنسميه اعاده انتاج للروح، صبوا الحكايه في قالب من طين البلد فطلع منتج دافي وقريب جدا من قلب وعقل المشاهد العربي، وعاش في ذاكره الدراما كعلامه مسجله للنجاح. وعشان ما نجلدش ذاتنا ونفتكر ان الفشل في الاقتباس ده ماركه مسجله لينا احنا بس، لازم نبص على هوليوود. هوليوود بتعمل كده واعهر بمليون مره.
السينما هوليوود لما شافت الفيلم الكوري الاسطوري اولد بوي للمخرج العظيم بارك تشان ووك، ولو ما تعرفش فده الاب الروحي للسينما الكوريه وعمل افلام عظيمه كتير، والفيلم ده مش مجرد فيلم اكشن، ده ملحمه نفسيه سوداويه معقده جدا عن الانتقام والندم وفلسفه الالم. هوليوود اتجننت وقررت تعمل منه نسخه امريكيه سنه 2013 من اخراج مخرج كبير جدا ومحترم وهو سبايك لي. النتيجه كانت ايه؟ كارثه حقيقيه بكل المقاييس. هوليوود اخذت الفيلم وشالت منه كل العمق النفسي والفلسفي الكوري وحولوه لفيلم اكشن تجاري رخيص عباره عن ضرب وتقطيع وعنف مجاني وابتذل من الدرجه ال 18. هوليوود افتكرت بغباء ان سر النجاح اولد بوي الكوري هو مشهد المطرقه الشهير في الممر او كميه الدم والعنف اللي فيه، ونسيت تماما ان السر الحقيقي كان في المأساة الإنسانية الإغريقية اللي بتخاطب وتلمس الثقافة الآسيوية في حتة الشرف والعار والانتقام الذاتي. انا ازاي كتبت الكلام ده؟ النتيجه ان الفيلم الامريكي سقط سقوط مدوي في شباك التذاكر، ونقاد العالم اعتبروه جريمه حقيقيه في حق السينما. ولو فاكر ان مأساة اولد بوي كانت حادثه فرديه في هوليوود، فانت محتاج تشوف هم بيعملوا ايه لما يقربوا من عالم الانمي. شبكه نتفليكس سنه 2017 قررت تعمل نسخه حيه لواحد من اعظم واذكى الانميات في التاريخ، وهو انمي ديث نوت. الانمي الاصلي عباره عن صراع فكري وفلسفي مرعب وحبيس الانفاس بين شخصيتين عباقره. لايت الشاب اللي لقى ديث نوت وعايز يطهر العالم ويتحول لاله العداله، عالم ملاحده ما تركزش معاهم، ها استغفر ربك. والشخصيه الثانيه هي المحقق الغامض والذكي جدا اللي بيطارده. الصراع كله قايم على اسئله وجوديه عميقه زي ايه هي العداله الحقيقيه، وهل الغايه تبرر الوسيله، وهل البيضه الاول ولا الفرخه. هوليوود بقى اخذت العبقريه دي كلها وعملت ايه؟ حولتها لفيلم مراهقين امريكي سطحي وتفاهه ملهاش حدود في مدرسه ثانويه. لايت الشاب العبقري الصارم ذو الهيبه اللي مفيش منه اتنين تحول لشاب مهزوز ومراهق ساذج بياخد قرارات غبيه جدا وبيستخدم مفكره الموت اللي هي الديث نوت لمجرد انه يبهر بنت بيحبها في المدرسه. هوليوود هنا قتلت جوهر العمل تماما، لانها مش قادره تستوعب ان الجمهور مش عايز مجرد شكل خارجي او مؤثرات بصريه وصوتيه، الجمهور عايز التقل الفكري والفلسفي اللي خلى العمل الاصلي اسطوره هتعيش وتتوارثها الاجيال. وبفضل لحد دلوقتي ده ترشيحي الاول لاي عمل عايز تبدا فيه لو عايز تسمع انمي. طيب بعد كل الامثله دي ازاي نقتبس صح؟ كان معاك الورقه والقلم من بدري يا ست الكل؟ طيب افتح القلم تاني او افتح لون تاني عشان نخش في كلام حلو. تعال نشوف الكوريين عملوا ايه مع نفس المسلسل سوتس الامريكي اللي اتكلمنا عنه في الاول. كوريا الجنوبيه اخذت نفس الفورمات الامريكي وعملت منها نسخه كوريه نجحت نجاح ساحق، ما حققتش اي غربه للمشاهد الكوري. ليه؟ لانهم قعدوا يفككوا العمل حته حته وبذكاء شديد، شالوا كل الهزار الصبياني الامريكي اللي بين المحامين وحطوه مكانه النظام الصارم، ثقافه الاحترام الكبير، ودي حاجه اساسا بتميز المجتمع والشركات الكوريه اللي قايمه على احترام الهرم الوظيفي. فده كان ده الطبيعي بالنسبه لهم. غيروا القضايا تماما عشان تتناسب مع القوانين والمشاكل الاجتماعيه الحقيقيه اللي بتحصل في شوارع سيول. هم ما غيروش القصه، هم غيروا البيئه اللي بتتنفس فيها القصه. ونفس الذكاء ده بالظبط عمل المخرج الامريكي العظيم مارتن سكورسيزي في فيلمه الشهير ذا ديبارتد اللي كسب بيه الاوسكار. الفيلم ده مقتبس بالمسطره من فيلم عبقري من هونج كونج اسمه انفيرنال افيرز. الفكره الاصليه عباره عن شرطي مزروع جوه عصابه وفرد عصابه مزروع جوه جهاز الشرطه. سكورسيزي ما نقلش شرق اسيا لامريكا وعمل كوبي بيست وخلاص، هو اخذ الفكره العبقريه دي وحطها في بيئه المافيا الايرلنديه في مدينه بوسطن. البيئه دي ليها قوانينها الخاصه، دينها ولاءتها العائليه، لغتها، عنفها المميز جدا وثقافتها الخاصه. نتيجه ان الفيلم طلع امريكي اصيل وعبقري وخد اوسكار لان سكورسيزي احترم ثقافه البيئه الجديده اللي بيحكي عنها وصهر الفكره جواها. طيب عشان نبقى متفقين وما تفهمنيش غلط، الاقتباس مش عيب ولا هو دليل على قله الموهبه او الافلاس الفكري ولا حرام. انا سائل. السينما العالمية من يوم ما بدأت وهي قايمة على تبادل الأفكار ولا مؤاخذة تلاقح وتزاوج الثقافات، والروايات العالمية بتترجم وتتحول لأفلام في كل حتة في الدنيا من عقود. بس عشان تعمل اقتباس يعيش ويكون عمل فني محترم يحترمه ويصدقه الجمهور، لازم تعمل اللي بنسميه ترجمة ثقافية، مش مجرد ترجمة لغوية أو نقل أعمى بالمسطرة. لازم صانع العمل يقعد مع نفسه يسأل سؤال واحد أساسي وجوهري: لو الشخصية دي اتولدت في شوارعنا واتربت على عاداتنا وتقاليدنا وبتاكل من أكلنا وبتدفع فواتير وعندها إنترنت محدود وبتقف كل يوم الصبح في طابور العيش التموين زينا، هتتصرف ازاي لما تقع في الموقف ده؟ لو جاوبت على السؤال ده بصدق وفهم عميق لثقافة ناسك وشرعك، هتطلع تحفة فنية ممتعة وتعيش سنين. اما لو استسهلت وعملت كوبي بيست للمشهد الامريكي او الاجنبي وحاولت تحشره بالعافية في واقع مش بتاعه وبيئة مش بيئته، فالمشاهد بذكائه وفطرته ومنطقيته هيفضل دايما شايفك على الشاشة لابس قميص مش مقاسك. ومساءك فل يا غالي.